ومع السادة المشاهدين وقناة المهرجانات قناة نايل سينما، ولسه بنقول لكم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة الاستثنائية الدورة ال35. معانا دلوقتي منورانا النجمة المتألقة هالة صدقي. أهلا يا هالة، ازيك؟ منورانا وفي المهرجان النهاردة. ميرسي يا انجي. الأول نبارك لها يا انجي على التوك شو الجديد بتاعها. بقيت زميلة مذيعة. هالة صدقي، النهاردة أهمية المهرجان النهاردة بالذات السنة دي، ودي دورة استثنائية جدا جدا. يعني صدقيني احنا كلنا في الميدان مثلا من الظهرية الحقيقة، وما كن يعني مش عارفين كنا هنيجي ولا لا ولا ايه. فقررنا ان احنا لازم، ده واجبنا، يعني هو ده شغلنا الأساسي، واجب وطني. فلازم نقف معاه. طبعا طابع الافتتاح معلهوش البهرجة والإبهار والبروباجندا اللي بتتعمل في المهرجانات وفي مهرجان القاهرة بالتحديد، لأنه احنا طبعا البلد بتمر بظروف صعبة. ما ينفعش أنا بيني وبين ميدان التحرير كم متر وإن أنا بحتفل هنا. لا، أنا مش بحتفل، أنا بفتتح مهرجان سينمائي مهم وهو مهرجان دولي. والسنة اللي فاتت ما اتعملش المهرجان، والسنة دي لو ما كانش اتعمل كان هيتاخد ممكن لأي بلد محيطة، ممكن منها إسرائيل بوضوح كده. فاحنا لو ما كناش وقفنا وافتتحنا المهرجان النهارده، كنا خسارة بقى من الخسارات اللي احنا بنخسرها وما بنعرفش نرجعها، هو مهرجان القاهرة. يمكن المهرجان في دورته ال35 دي أول مرة يعمل قسم عن أفلام التسامح والتعصب. رأيك إيه في الأفلام دي، وبالذات في الوقت الحالي اللي احنا بنعيشه في مصر؟ يعني بص، هو انا ضد حكايه التعصب، لان هو التعصب موجود في كل حته في العالم. يعني انت عندك في من افلام المهرجان في فيلم امريكي بيناقش التعصب، وان هم ضد في نادي فيديو ومتطرفين امريكان واتيفر هم ايه بقى دياناتهم ايه، لكن هم متطرفين ومش عايزين الفن. فالتطرف ده على فكره احنا عندنا ما هواش المفزع او المرعب زي مثلا كان في الجزائر. يعني كان عندهم تعصب الحقيقه، كان بيمروا بظروف صعبه جدا الشعب الجزائري. فاحنا ما عندناش ده قوي، محدود. وفي النهايه لما تيجي تتكلم مع حد فيهم تلاقي فيه حب، في ود، ولكن ان هو اشاره مهمه، انه خلوا بالكم انه دول موجودين في المجتمع، وازاي نعالج ده، ازاي نشوف ده في كل انحاء العالم، مش في مصر بس. هالة صدقي، الفن في خطر؟ لا، عمر الفن ما كان خطر، ولا عمري اخاف عليه، لانه الفن ده ما هو ده من ايام الفراعنه. يعني الفن أول ما ظهر في الحياة ظهر في مصر، فأنا مستحيل أبقى قلقانة منه أو أنا خايفة حد عليه. وإحنا شعب يعني شفناه امبارح كله في ميدان التحرير. احنا طبعا شعب حلو، احنا شعب بيحب الفن وبيحب الحياة. وبالرغم انه يعني مثلا حد بيبقوا فقراء في الفرح هتلاقيهم راكبين عربية نص نقل وبيزغرطوا وبيطبلوا وبيرقصوا. هو ده الشعب المصري. يمكن السنة دي في طابع زي ما حضرتك قلتي، ان في طابع اكتر منه، هو طابع حداد اكتر منه على مصر وعلى الظروف اللي بتمر بيها مصر وعلى الشهداء وعلى كل حاجة. يمكن كنا دايما كل سنة بنشوف فيه كورنر مخصوص عن الازياء واللبس، ولكن انا شايفة النهاردة ان نجومنا وتحديدا النجوم المصريين لابسين بسيط جدا. لا، احنا عشان كلنا كنا في الميدان وقلنا هنيجي نعمل الافتتاح ونرجع. يعني حتى مثلا طب نعمل ميك اب خفيف كده بسرعة عشان احنا هنتصور، ولكن بعد كده هنرجع على الميدان تاني. فعشان كده احنا يعني جايين بعبالنا زي ما بيقولوا كده. طيب، الفنانة هالة صدقي دايما في اخر لقائنا كان المفروض بيبقى عندنا جاست بوك وبتمضي حاجة للمهرجان فيه. لو هتمضي حاجة امضاء الفنانة هالة صدقي هتقولي ايه؟ هقول مبروك لإدارة المهرجان، لإدارة المهرجان اللي هي بتحفر في الصخر
اللي هي بتحاول تنقذ ما يمكن إنقاذه رغم الظروف الصعبة، رغم يعني كل حاجة ضدهم، كل حاجة في الحياة الحقيقة ضدهم، فهم واقفين وقفة يعني ماديا صعب، في الظروف المظاهرات والحاجات صعب، كل حاجة حواليهم صعبة، فإن هم يقفوا ويتحدوا ويوقفوا المهرجان على حيله وننقذه. أنا يعني تحية كبيرة. وانتوا دوركم كمان كفنانين ما تأخرتوش عليهم في هذه الدورة، زي ما انت كنت بتقولي جايين من الميدان وراجعين تاني. وانا مبسوط ان في حشد كبير من الفنانين ومصر بخير. اكيد. انا بس قبل ما اختم عايزه اعرف رايك ورد فعلك عن حفل الافتتاح، وخصوصا كمان الحفل كان موجود على المسرح النهارده. يعني هو اعتقد ان هو برضو بسيط الى حد ما، ولكن انا اهم حاجه عندي في الافتتاح ان انا برحب بنجوم الاجانب، دول ضيوف عندنا بشكل او باخر، ان انا برحب بيهم وبقول لهم ان احنا عندنا مهرجان وهنفتتحه، وبعتذر ان احنا مش الحفاوه المصريه اللي احنا دايما مشهورين بيها، ولكن احنا الهدف اولا واخيرا هو ان المهرجان يظهر ويقف على حيله، وهو ده يعني هو ده الاساس عندنا. اكيد. بشكر جدا النجمه هالة صدقي، وبالتوفيق، ومصر دايما موجوده وقد كل المحن وهتفضل موجوده، والنهارده ومعاكم من مهرجان القاهره السينمائي الدولي الدوره الاستثنائيه ال35.